لا مش حط ايدك. يا وحش التمساح. مساء الخير. معانا اخونا وليد، هو التوجايد بتاعنا في جزيره تمساح. احنا خلاص داخلين على الجزيره دلوقتي، هو بس هيشرح لنا ايه المكان اللي احنا فيه دوت يعني باختصار كده. اخ وليد اتفضل. شكرا، مرحبا بكم. جربة اكسبلور هي اكبر ضيعه نتاع زواحف في البحر الابيض المتوسط، ستار التمساح، لكن ثم اكثر من زاحف السحالي والسلحفاتات والافاعي والتماسيح. عندنا كم تمساح؟ عندنا 651 تمساح. 651 تمساح ان شاء الله. تمام. باهي 400 عمرهم 21 سنه، والبقيه 5 6 سنين، واللي باش نصوروا بهم عمرهم 7 شهور ان شاء الله. طب صغيرين، على خير الله، نشوفكم على خير. بس قبلاش وشك. بحيرة التماسيح في تونس بجزيرة جربة مزار سياحي مهم وكبير ومميز جدا. تونس فيها أكبر تجمع للتماسيح ممكن تشوفه في حياتك أعتقد، وأكبر حديقة في شمال أفريقيا كلها إذا ما كانتش في أفريقيا. عاملين محاكاة كاملة لحياة التماسيح في الطبيعة عشان تعيش براحتها وأكنها في بيئتهم الحقيقية بالظبط. فيها أكتر من 700 تمساح، ومن كل موطن ليهم يعني هتلاقي أنواع وأحجام وأشكال مختلفة. هنا في البيت الداخلي لجزيره التماسيح، هم عاملين بحيرات مفتوحه بره في الاول دور للسياح بيتفرجوا عليها، وعاملين منزل اندور عشان خاطر يسكنوا فيه. عرفنا من استاذ وليد اللي معانا في جزيره التماسيح ان دي اكبر محميه طبيعيه للزواحف والتماسيح في افريقيا، وفي شمال في افريقيا كلها وفي الشرق الاوسط. وعرفنا ان عضه التماسيح اللي موجوده هنا اقوى مرتين من عضه القرش الابيض، والمكان هنا بس لوحده بيحتوي على حوالي 300 تمساح اعتقد، ده غير طبعا بقيه البحيرات. ودلوقتي احنا هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا وربنا يستر. هنشوف دلوقتي مع بعض التماسيح. وفي هنا حوض سمك، في سمك طبيعي جوه الميه ديت. السمك دوت عشان عايش على الطحالب وينظف اجسام التماسيح، هو غذائه على كده. زي ما احنا شايفين السمك اللي هناك كده هو ده، وده طبعا التماسيح مش بتاكله، يعني هو عايش متعايش بشكل سلمي جدا مع كل التماسيح اللي احنا شايفينها ديت بشكل بيولوجي يعني. هنكمل جولتنا في اكبر محميه في الزواحف في افريقيا، واشوفكم على خير.
تضع البيض نتاعها الانثى مره في السنه، افريل ماي، ما بين 20 ل 60 عظمه. مده الحضانه نتاعهم 3 اشهر تحت الحفره بطبيعه الحال زي الزواحف الكل، وتردبهم. لكن الانثى نتاع التمساح تنجم تحرس العش نتاعها 3 شهور. اشرح لنا بقى المكان دوت احنا فين تحديدا في الجزء دوت. البلاصه هذه التريتور هذايا جميل جدا جميل جدا، وللاناثي القوه، الاناثي القويين اللي عندهم سلطه على الاناثي الاخرين. علاش؟ على خاطر كما تلاحظوا هو تريتور مشمس برشا، الشمس موجوده، درجه الحراره ديما مرتفعه، وخاصه اللي بحذا الماء هذاك احنا نعملوا زون دو نوريساج، يعني نعطيهم الطعام. الذكور القويين برشا، التواجد نتاعهم علاش هنا نسبة مرتفعة برشا، على خاطر ثم هنا نعطوا الماكلة، الأكل. الأكل هم الذكور شرسين برشا وقت اللي يبدوا ياكلوا، وقت الطعام. وقت الطعام شرسين برشا. وهنا زون دو نوريساج، يعني المكان اللي نعطوهم ياكلوا خلال برشا أماكن في الضيعة نعطوهم ياكلوا. عرفنا التماسيح بتاكل في الصيف في شهر 7 5 مرات في الأسبوع، ده لما يجي وقت الأكل بتاعهم. وفيما عدا ذلك ما بيفضلوا صايمين عن الاكل خالص لمده 3 شهور، صح كده يا حبيبي؟ صح. ولما نبدا العام نبدا ب3 ايام في الاسبوع حتى هو، يعني من شهر مارس حتى شهر جوان 3 ايام في الاسبوع. تفتكروا مره حصل اي مثلا يعني حادثه، او مثلا تمساح شفته مزاجه وانت بتحس بيه، لو مزاجه مثلا الحاله المزاجيه عنده مش مظبوطه، او في حاجه مش شايفها مش طبيعيه، انت تقدر تحدد لو بصيت للتمساح تقدر تحدد الطبيعي مش من الطبيعي؟ اكيد جدا، اكيد. التماسيح هم حساسه برشا، هم عندهم ستريس، وهذا نلاحظوه وقت اللي يبدا عراك برشا ولا ارهاق ولا درجه الحراره طايحه ولا درجه الحراره سخونه برشا، يكون عندهم ستريس، والا لما يبدوا مجموعه كبيره برشا وما تماش اكل متوفر برشا يبدوا يدخلوا في ستريس. واحنا نلاحظوا الحاجه هنا المحميه هي علميه وبيداغوجيه بحته. احنا الزوار نتاعنا نراقبوا ثم لي جيد، ثم لي كروبوكير، ثم لي تكنيسيان، ثم لا سيكوريتي، نراقبوهم. ثم حاجه عن غير عاديه يجون فهموا العبد، راهو لا حيوان عايش في الطبيعه، ما هيش حديقه حيوانات، لا مش حديقه حيوانات، زي هم في طبيعتهم يتصرفوا التماسيح. هو كده التمساح في حياته الطبيعيه، العاديه جدا 100%. صح؟ نعم. هم المسافه محدودين على بعضهم، يعني مفتوحين على بعضهم. هو وين يحب يمشي، وين يحب يلقى المكان نتاعو اللي يساعده ولا يرتاح فيه. يعني دي مش حديقه حيوان، دي بيئه محاكاه لحياه التمساح نفسه. محاكاه لحياه التمساح، وثم بحوث علميه اثناء مع جنيف لابوراتوار ولا مع اسبانيا بتتم هنا. نعم في جربه بتتم بحوث التاقلم نتاعهم، الماكله نتاعهم، الامراض نتاعهم، الطبيعه، المناعه نتاعهم. احنا هنا في بيت في جزيره التماسيح، احنا في المكان ده دلوقتي اللي هو مخصص لما التمساح بيموت بيعرفوا بيعملوا عليه تحاليل طبيه عشان يعرف سبب الوفاه ايه، والهيكل العظمي بتاعه هيشرحنا دلوقتي ايه اللي بيتم بعد وفاه التمساح، ايه اللي بيتم بعد وفاه التمساح. كما تشوفوا دوت الهيكل العظمي يكون معروض هنا، واذا عندنا هيكل عظمي للجامعه علميه ولا بلد اخر وكل شيء نبعثه له بطبيعه الحال، لكن الا بالنسبه للجامعات العلميه واللي تعمل في البحوث. فهمت؟ وهذوما 3 انواع نتاع التماسيح، ثم لي كروكوديليان، ثم لي زاليغاتور نتاع امريكا، وثم الجافيال من الهند. وهذاك اكبر جمجمه، هو اكبر تمساح في العالم من استراليا. واحنا عندنا هذايا الحقيقي تمساح النيل، هذايا التمساح بتاعنا، هذايا عندنا احنا عمره 18 سنه. دلوقتي احنا في نهايه الرحله بتاعتنا لجزيره التماسيح، كانت تجربه بصراحه اكتر من رائعه. احنا نفسنا لما الاستاذه ليلي كلمناها وهي ساعدتنا عشان نيجي نهوت، ما كناش نتخيل، كنا فاكرين الموضوع هيبقى فور فن، يعني بحيره التماسيح فيها شويه تماسيح بتعوم والناس بتتفرج ويحدف لها خبزه تفاحه وخلاص. يعني ما كناش نتخيل ان في دولة تونس في جزيرة جربة أكبر مكان ثقافي طبيعي بالشكل دوت. يعني بصراحة يعني نموذج للعالم رائع يعني، وجميل جدا إن هو في الوطن العربي موجود نموذج زيه. إحنا بس عندنا سؤال دلوقتي، العامل بتاع التمساح يعني سواء حارس أو الحد اللي بيتعامل، طبعا ده حيوان
او الزواحف حاجه شرسه وطبيعيه وحاجه يعني صعبه شويه، بيتعامل معاه ازاي؟ بتاهلوه ازاي للموضوع دوت؟ يعني اشرح لنا كده، اللي بيجي داخل شغلانه زي دي، هل حصل حادثه قبل كده يعني مثلا وارد ان يحصل، وتصرفتوا ازاي؟ كان ايه اللي تم فيها يعني؟ قول لنا بقى. وارد جدا، وبكل صراحه هو التمساح حيوان شرس جدا، ومنين انقرضوا الديناصورات العدو اللدود نتاعه هو الانسان. يعني الانسان من عهد الديناصورات لما انقرضوا، الانسان هو العدد. يعني المسافه بين التمساح والانسان المسافه هذه غير طبيعيه وقت اللي باش يهبط السيد العامل باش ينظف ولا باش يعمل اي حاجه اكشن غير طبيعي. العامل هذاك عنده فورماسيون، عنده تكوين طويل برشا، يكون عامين 3. لكن الحاجه الباهيه اللي في التمساح عشان اشرح للجماعه، تكوين يعني دراسه او معهد دراسي او حاجه او مكان دراسي يدرس فيه، ممكن يدرس فيه لمده 2 أو 3 عشان خاطر يعرف يتعامل ازاي مع التماسيح. ينجم يدرس قداش يحب هو، لكن معامله التماسيح تطبيقيا هيك هي الفورماسيون، هيك هي التكوين، هو الاختبار الحقيقي. الاختبار الحقيقي على لماذا؟ الواش على خاطر التمساح حاشاك يشم اكثر من الكلب 4 مرات فعلا. لما الانسان خايف منه باش يهجم عليه، لما الانسان ما يخافش منه، اذا يقبل العلاقه الانسان اقوى منه، كما في الطبيعه كما في المجموعه نتاعه. يعني يبدا سو دومينو، يعني اقل منه، لكن ما يهبطش واحد وحده العامل وحده، مستحيل. اثنين يبدا لما يكون ظهرهم للحيط، ولا 3 ولا ساعات 4 باش يحموا بعضهم. فهمت؟ ويهبطوا مع ماتريال، يعني ادوات عشان خاطر يعرف يتعامل مع الخطر يعني. نعم ادوات. تمام. لكن التمساح الذكر مش مشكل، لكن مش خطير برشا. الخطيره برشا هي الانثى التمساح. انثى التمساح سياره كما ريتوها، سريعه جدا، تجري 25 كيلومتر في الساعه، 20-25 كيلومتر في الساعه لمده 16 امتار. الخطر يتمثل وقت اللي احنا نهزوا العظم نتاع التمساح، البيض نتاع التمساح وقت اللي نهزوا. ثم العمال نتاعنا يكونوا في حاله حرجه شويه، خاطر الانثى سريعه جدا، والانثى عندها غريزه الامومه، تدافع على البيض نتاعها، تكون شرسه جدا. هذه هي الحالات اللي صارت لنا، اللي التمساح هجم على بطبيعه الحال هم كي يهبطوا لوطا عندهم ادوات طويله، سواء باطون طويل فهمت، ولا بالا فهمت طويله، ويكونوا مجهزين صبابط نتاعهم، الصبابط يعني الحذاء والجواندوات اذا ثم خطر. بطبيعه الحال، خاطر هي الانثى ما تهجم، وين تهجم لوطا من الرجل. حذاء طويل ويكون جواندوات في اليد فهمت. لكن ان شاء الله لا باس. بالنسبه للحرفاء والزيار ما ثماش حتى مشكل، لان ريتو المدخل طويل وكلها كاميراوات وسيكوريتي، يعني الانسان المختل عقليا ولا شارب برشا ولا كذا ما يدخلش، ما ينجمش يدخل مع كامل اسف. حصل حاجه مثلا بكده مع عامل او حاجه زي كده؟ مع عامل يعني عنده حادثه مع تمساح، اقصد احتكاك مع تمساح. احتكاك يصير مع الاناثي برشا، لكن الثلاثه الاخرين ولا الاربعه ما كيهبطوا 4 ثم 3 اكيد جدا هم يحموه قبل ما تجي الخطر. احنا بنشكره جدا، بنشكر استاذ وليد جدا، بنشكر اداره المحميه. بصراحه شفنا نموذج رائع في الوطن العربي موجود هنا في تونس. ربنا يحفظكم ربنا يحفظكم. وشكرا جزيلا، وانتظرونا ان شاء الله في جوله جديده في دوله جديده، ومن محميه جربه بتونس، محميه اكبر محميه طبيعيه للتماسيح في العالم. احنا ما نعرفش في العالم محميه اكبر من اللي احنا شفناه دوت بصراحه. فكانت حاجه رائعه وممتعه. بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر اداره المكان، وان شاء الله نشوفكم في اقرب وقت تاني في مكان جديد. شكرا جزيلا.